مساء الفل عليكم. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفه بان كيك صحيه من غير دقيق ابيض. وصفه حلوه جدا ولذيذه وخفيفه، هتعجبكم قوي، هتعجب الاطفال كمان قوي. هنعمل بان كيك الشوفان والتفاح المكرمل. وصفه بسيطه، يلا بينا نخش على المكونات على طول. اول حاجه عشان نحضر التفاح المكرمل ده عايزين تفاحيه واحده او حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها. هجيب تفاحيه وابتدي ان انا اقطعها مكعبات صغيره، وهنزل عليها ربع معلقه صغيره قوي من السكر. هي دي اللي هتدي الكرمله. ممكن تستغني عنها مثلا بربع معلقه عسل اوكي، او سكر دايت، اي نوع سكر انت تستخدميه. بصوا هي ربع معلقه بالظبط. وعندي كمان ربع معلقه صغيره خالص من القرفه. وهبتدي ان انا اقلبهم كل المكونات دي كويس قوي مع بعض. وفي طاسه على النار هكون حاطه نص مكعب زبده صغير جدا، والنار تكون هاديه. وهبتدي انزل قطع التفاح ديت، وابتدي ان انا اقلبهم على نار هاديه خالص لحد ما يتكرمل معايا وتحس ان هو طري كده شويه وريحته طلعت. هيكون كده خلاص استوى معايا. ممكن كمان ننزل رشه فانيليا، بس القرفه اصلا مع التفاح عاطيه ريحه ونكهه حلوه قوي قوي قوي. بالظبط اخد معايا دقيقتين على النار. مش عايزاه ان هو ينشف قوي، عايزاه ان هو يكون نبتدي ننزل الميه بتاعته ويكون جوسي كده وطري معاكي شويه. هبتدي بقى ان انا احضره واحطه على جنب. ده انا هزين بيه البان كيك. طبعا تقدري تستخدمي اي فاكهه انت بتحبيها، ممكن موز، اي بقى فاكهه انت بتفضليها. عشان نحضر البان كيك اللي انا المقادير هديها لكم دي مقادير بتعمل نفس المقدار بالظبط اللي انا مصوراه، اللي هو يعتبر مقدار صغير يكفي مثلا فرد او فردين. اول حاجه عندي بضايه، ولازم اتاكد ان كل المكونات عندي بدرجه الحراره عاديه، يعني مفيش حاجه تكون ساقعه. عندي بضايه، وعندي تقريبا ربع كوبايه من اللبن، هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ونص معلقه صغيره من الزيت. وعندي كمان الفانيليا، سواء بقى بودر او فانيليا سايله. واخر حاجه عندي خالص دقيق الشوفان. ودقيق الشوفان انا نخلته، يعني تنخلوه، بحس ان انا عايزاه ناعم قوي عشان يدي لون البان كيك، يديله لون فاتح وحلو وما يكونش غامق. هقلب المكونات السائله دي كلها مع بعض. ومش هنزل برده بمقدار الشوفان كله، عشان انتوا عارفين ان الشوفان بيشرب السوائل. هنزل بيه شويه صغيرين، وهنزل كمان ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر او رشه بيكنج صودا. وهنقلب برده مع بعض. انا ما نزلتش بالمقدار الشوفان كله، هو تقريبا نص كوبايه، بس هي اخدت نص كوبايه الا معلقه. هوريكم شكل القوام عامل ازاي. لقيتوه تقل معاكم سنه، هتضيفوا معلقه او معلقتين لبن، لان كل نوع دقيق شوفان بيختلف عن الدقيق التاني. كده انا شايفاه ان هو تقيل شويه، فهزود له معلقه او معلقتين لبن لحد ما اوصل للقوام بتاعي. وما تنسوش كمان ان انتوا لو سبتوه شويه بيبتدي ان الشوفان يشرب السوائل، فبتلاقوه تقيل شويه. انا عايزاه يكون خفيف نوعا ما، يعني مش تقيل. وبعد كده هحضر الطاسه عندي تكون دافيه، مش سخنه قوي عشان ما يتلسعش وياخد لون قبل ما يستوي. ده بص شكله كمان بعد ما سبته كمان 3 دقايق بدا ان هو يتقل سنه صغيره خالص. الطاسه دي لو هي مش بتلزق مش هتدهنيها اي حاجه، لكن لو هي بتلزق شويه هي هتبقى اول دهنه بس، دهنه زيت صغيره جدا. وبقيه يعني في اول تسويه اول واحده بس، وباقي مش هنضيف خالص زيت تاني. شايفين نقطه صغيره جدا. وابتدوا بقى اعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه. انا عندي هنا شكل القطاعه اللي هي الورده، كنت حابه شكلها كده، فطبعا تقدروا تستخدموا عادي اللي هو الشكل المدور العادي. تمام. هنبتدي بقى، انا بصوا حطيتها جوه الطاسه عشان انا عايزه يطلع شكلها مظبوط. في فكره تانية، انتوا ممكن اصلا تنزلوا ال ال البان كيك عادي دوران وتقطعوه بالقطاعه في الاخر، يعني في كذا افكار هتشوفوها في الفيديو. وابتدي ان انا اغطيه نار تكون هاديه جدا لحد ما الاقي ان هو بدا ياخد لون ذهبي من فوق. خلاص انا كده شفت ان هو بدا ياخد لون ذهبي من تحت. وكمان بدات ان هي الطبقه اللي من فوق دي تنشف، ما يكونش فيها سوائل. هبتدي بقى اقلبها الناحيه التانية، وبرده نفس التسويه هي بالظبط، بس النار اهم حاجه تكون هاديه، ما تبقاش عاليه قوي عشان ما يتلسعش. هعمل بقى بقيه المقدار بنفس الطريقه زي ما قلت لكم. وممكن الطريقه العاديه اللي انتوا تنزلوها عادي اللي هي باي بقى، يعني من غير اي قطعات خالص، وفي الاخر تقطعوا الشكل اللي انتوا عايزينه او دوران. يعني ليكوا كذا افكار، وكلها بتاخد تسويه بسيطه، مش بتاخد معاكي وقت خالص، وريحتها تجنن بجد. وصفه مظبوطه وطعمها جميل، هتعجبكم جدا ان شاء الله. تقدروا بقى تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. زي ما انا قلت لكم المقدار اللي انا عاملاه دوت مقدار صغير، هو بيكفي مثلا فرد او فردين. شايفين اخده لون ذهبي حلو جدا ومظبوط. انا خلاص هنا عندي خلاص الكميه كلها. تقدروا بقى تقدموها بالشكل اللي انتوا عايزينه. انا عملتها بالتفاح المكرمل، اي فاكهه بقى انتوا حابينها تقدروا تزينوا بيها. ده بالظبط المقدار اللي طلع معايا من البدايه. ريحه التفاح كمان حلوه قوي مع القرفه.
ومع البان كيك ده طعمها رهيب بجد، لازم تجربوها. ولو عندك بقى معلقه قشطه او كريمه تقدري تزيني بيها، وطبعا اخر حاجه رشه عسل النحل حسب بقى التحليه اللي انت حباها. وصفه صحيه لذيذه مغذيه، هكتب لكم كمان على السعرات الحراريه اللي موجوده فيها والمكونات بالظبط في صندوق الوصف. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك والشير. كنت معاكم اسراء طارق، سلام عليكم.